السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الوحش الباجي الإنجليزي. كنت أول مرة تشوفنا وأول مرة تتابعنا، اعمل لايك وشير ومتابعة عشان توصلوا كل فيديوهاتنا إن شاء الله بإذن الله. متابعين برضو معانا في سوق جدة. وهنتابع الأسعار نشوف الدنيا فيها إيه، نشوف فرق الأسعار وإيه المتناول. هل الأسعار هنا زي مصر ولا هنا في أغلى ولا هنا في أقل شوية. طبعا هنا بنعرف ايه اخبار السوق بره مصر وجوه مصر. ده بيفيدنا احنا كتير في المجال، عشان الناس كلها بتتوازن في الاسعار، ولما بنيجي احنا نستورد من بره ونجيب عصافير طبعا ناس كتير يجي يقول لك لا لا ده السعر غالي جدا وفي مشاكل في الاسعار. فاحنا لما نيجي نوازن هنا الاسعار موجوده في مثلا زي المملكه العربيه السعوديه، أقرب حاجة مثلا إلينا زي ليبيا والعراق. المستوى في الدول العربية بنحاول نشوف المستوى يقدر يكون مناسب مع الأسعار المصرية ولا لأ. تمام. وده بيفيدنا كتير جدا في تبادل الطيور والتسوق سواء داخل مصر أو خارجها، وبيسهل كتير علينا مسألة التداول في الطيور. تعالوا معانا نكمل كده نشوف الدنيا فيها ايه. سلام. نخش على حاجات أعلى شوية. تمام. السلام عليكم. ده نوع ايه؟ نوري. عامل كام؟ عامل 3000 ريال. أليف؟ بي برضه. خلاص هذه هولندي كيف وليه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هذا كله جاهز. الله اكبر يا رب يبارك. 3000. ها؟ مو وليب صح؟ ده ولد ولا بنت؟ هذا احسب لك هنا 150 ريال. لا مو وليب ايش زي. ولد ولا بنت؟ هذا يا عمي مو محلل. لسه محله، لسه الجنس غير محدد. وليبنا. هذا كان راعي كله وليب. ودول عاملين كام؟ هذه الحبة 1600. هذه عجين. حلي هذا. عجين؟ اوكي. هدي هذا. عجين بالايه وايه؟ هذا شاطرين مع السوانس. ها؟ طبعا نفس الفيلم صور له هذا هنا الاثنين. ماشي. والسونيوم ده عامل كام؟ السونيوم اه 1000 ريال. أليف كله. أليف برضه هو تقريبا من أغلبية السور عنده أليفة. وربنا يا رب يبارك هنا. زي ما انتم شايفين كده أغلبية السيور أليفة. تمام. وهو تقريبا مجربهم ومعودهم. مفيش عرض نهائي. عامل كام السير؟ 1000 ريال. بسم الله ما شاء الله. حبيبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يا رب يبارك. بس ده طبعا لسه شكل صغير جميل. لما يكبر طبعا هيبقى ليه شكل تاني وحجم تاني. بسم الله. الله اكبر. اللهم بارك حبيبي. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. نوع ايه ده؟ نوري. برضه نفس النوع اللي فات تمام، بس مختلف ان دوت فيه اسمر، الثاني كان كله تقريبا اغلبيته احمر. عامل كام الحبه؟ 3500 بالنسبه للمستوى. في زغاليل بقى هذا كثير زي سعره كم؟ ماشي. بكام الزغاليل؟ الزغلول بكام؟ 1200. 1200 الزغلول تأكيد اليدوي. تمام. طبعا في هنا تشكيله، في كوكتيل، في روز، تمام، في سيمفونيور، في ريد. ماشي. وادي السيمفونيور الصغير بكام؟ 1150. 1150 نتاج محلي مش من بره. تمام. زي ما انتم شايفين كده، بس انا مش عايز افتح العلبه يعني ايه عشان محدش يفتح حاجه حد لما يكون هو واقف. تمام. وهنا برضو نسبة تأكيد يدوي والحاجة دي برضو بتبقى كويسة، وربنا يا رب يبارك فيها. بالنسبة لوقت التأكيد اليدوي والناس اللي بتحب ايه الحاجة اللي تربيها على ايديها. تمام.
دي صورة مصغرة كده من سوق جدة، تمام. وهنروح تاني كده لحد الحراج اللي بيتم هناك، هنشوف طبعا نتابع ايه الدنيا فيها ايه. هنشوف الحتة الدورة ديت. السلام عليكم. عاملة كام الحتة الدورة دي؟ شو؟ كام فلوس؟ حاليا موجودة. لسه ايه؟ ليه؟ مش للبيع، لحد تاني. طيب حبيبي الله يبارك. هذا بتكلم. الله يبارك. ده؟ هذا بتكلم. ده نوع ايه؟ تعال كوكي. الراجل يا محمد هو كده. ده نوع ايه؟ نوع ايه؟ ما ادري والله. هنا ما حدش يعرف الانواع الا صاحب الحاجه. انا نفسي ما اعرفش، لكن طبعا عندي ناس تعرف ان انا بعيد عن الجانب الحمام خالص، تمام. طبعا انا انجليزي بس، تمام. لكن الحاجات اللي هي المشهوره والمعروفه طبعا هي انا عادي معروف عادي. اما الالوان اللي هي مش متداوله كتير عندنا ماليش فيها. هو ده نوع ايه؟ اسمه ايه؟ ايش هو؟ نوع لوري. لوري برضه؟ ايوه. بس في الثاني ريد ايش هو؟ اللي هو ايوه بس لوري احمر. الريد. زي الاحمر اللي هناك. هذا لوري اخضر. بس ده اخضر. ده تمام. ده عامل كام؟ عامل كام؟ هذا 1200 عليه. تكلم فوق 8 كلمات غير النغمات. تمام. 1200 بالقفص بكله، تمام. عدد طيران يجي على بسم الله ما شاء الله. طيران حر في البيت، تمام. وربنا يا رب يبارك في صاحب النصيب. دي حته سنغالي مش غير محدده الجنس، تمام. دوت معروض على 650 ريال، تمام. ربنا يا رب يبارك في صاحب النصيب. حته واحده بس ملهاش وليف ليها، معروضه بس على السعر ده. طبعا السنغالي معروف ان هو جبان شويه وغشيم شويه، تمام. فعايز معامله شويه في الموضوع الترويض بالنسبه للناس اللي بتحب تروض العصافير او الببغانات. ممكن ياخد وقت، ممكن يتدرب ويبقى كويس، بس عايز واحد باله طويل شويه، تمام. عشان السنغالي يعني عنيف شويه عن بقيه الطيور وجبان قوي يعني. فان هو يتعود عليك وان هو يتدرب معاك، دي بتبقى حاجه محتاجه وقت شويه، بس دي سهله باذن الله لان الانسان يقدر يعمل كل حاجه. فربنا يا رب يبارك في صاحب النصيب. ان شاء الله باذن الله هنكمل بقيه فيديوهاتنا مع بعض.